ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة اول حلقة هعملها في سلسلة حلقات او من سلسلة حلقات اعملي الميك اب بتاعك في البيت. علشان في ناس مثلا ممكن يكون عندهم ظرف، مثلا حاجة خلصانة عاوزة تعمليها، هتكون سريع معاكي وهتنجز معاكي جدا. ده غير ان دي حاجات مكونات طبيعية جدا في البيت ومش محتاجة اي تكلفة نهائي. النهاردة بقى اول حلقة هعملها لكم اللي هي ازاي تعملي الروج بتاعك في البيت من غير اي حاجة. يعني اكيد الفوزلين يعني في اي بيت موجود الفوزلين، وهتجيبي لون طعام، او لو ما جبتيش لون طعام اللي هو السايل ممكن تجيبيه لون طعام البودر، ونكهة طعام اللي هو الطعم. التلات حاجات دول. ولو انت مثلا ما عندكيش لون طعام ممكن تستخدمي الاي شادو في المكونات دي. يعني هما تلات حاجات اساسيين: فوزلين، لون طعام او اي شادو، و نكهة الطعام. دي اللي هتحتاجيها. اي نكهة انت عاوزاها واي لون روج انت عاوزاه هتعمليه بالثلاث حاجات دول. يا اما هو فوزلين الاساسي ونكهة الطعام واللون طعام او الاي شادو اللي عندك. هتبداي ان انت تجيبي طبق صغير خالص، وتبداي ان انت تجيبي معلقة فوزلين، وتجيبي لون الطعام. عاوزة تغمقيه كتري اللون، عاوزة تفتحيه قللي اللون الطعام او قللي الاي شادو، وتجيبي نكهة الطعام عشان تحطي منها حاجة بسيطة. وتبدأي ان انت تقلبيهم تمزجيهم بين بعض في بعض كويس قوي قوي قوي. وتبدأي ان انت لو عندك ميكرويف تحطيه في الميكرويف يعني 5 دقايق 10 دقايق لحد لما يسيح وتطلعيه. اول ما يهدى شوية تبدأي ان انت تصبيه في حاجة روج مثلا مكسور عندك. يعني روج لو مكسور عندك تبدأي ان انت تحطيه وتحطيه في الفريزر. لو انت ما عندكيش ميكرويف تبدأي ان انت تحطيه في حمام بخار لحد لما يسيح. تبدأي ان انت تحطيه في في اللي هو الروج اللي زي كده عندك مكسور او خلصان، تفضيه تنضفيه من الروج اللي فيه. تبدأي ان انت تحطيه فيها وتحطيه في الفريزر 3 4 ساعات. ولو انت مثلا مش محتاجة ممكن تعديل تاني يوم في الفريزر. المهم لازم يكون اللي هو يكون ناشف. تبدأي ان انت تستخدميه وتعمليه في البيت، وهيكون معاكي يعني حاجة زي كده، روز زي كده. وتبدأي ان انت تستخدميه. وكمان يعني هيكون حاجة مفيدة جدا وصحية انت عاملاه في البيت من غير اي مواد مجهولة المصدر او اي حاجة. وبس على كده. وهعمل لكم فيديو تاني للميك اب اللي تعمليه في البيت لنفسك. يلا اشوفكم على خير الفيديو الجاي.